طاحونة وانز بريسو كي بلس الغنية عن التعريف يا جماعة الخير اخترتها أن تكون معنا في الحلقة هذه عشان نستعرض جميع خصائصها وميزاتها وكيف ممكن تساعد أي باريستا في البيت أنه يحضر مختلف مشروبات القهوة من الطحنات الناعمة إلى الخشنة. وجبت طواحين من فئات مختلفة عشان نستعرض المميزات من مختلف الفئات. خلينا نشوف النتائج سوا أنا وإنتو وأنا ويلا بينا. فعل الجرس للحصول على المزيد من الفيديوهات الرائعة من الباريستا أحمد عمر. ايش الحلاوة! يا أهلا ويا سهلا فيكم يا محبين النبي، صلوا عليه 2 و3 و10 كمان يا محبين أدوات الطواحين اليدوية. وصلتوا وهذه حلقتكم. اللي ما يعرفني معكم أنا باريستا أحمد عمر، والقناة هذه تتكلم عن أي حاجة تخص مجال القهوة والمقاهي. أي حاجة تحبها في المجال هذا حتلاقيها إن شاء الله في قناتي. إذا أنت مهتم اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وخليك قريب مني وتابعني على حساباتي الموجودة أمامك الآن والمختلف الحسابات الأخرى في وصف الحلقة. ودعمني باللايك عشان اتحمس اني انزل محتوى كثير من نفس هذا المجال. اي شخص يحب يحضر قهوته في اي مكان في اي زمان لازم يكون عنده طاحونه يدويه. لا مو اي طاحونه يدويه، طاحونه تديه طحنه ممتازه متناسقه عشان يشرب افضل كوب قهوه في اي مكان يبغاه، سواء في بيته، سواء طالع مع الشباب، سواء في مكان عمله، اي مكان. فهذه الحلقة حتساعدك تعرف ايش فروقات الطواحين اليدوية اللي حتساعدك عشان تختار طاحونتك المناسبة. فعشان كذا جبت لكم في الحلقة هذه افضل طاحونة يدوية انا شفتها، وحنستعرض ايش مميزاتها مع بعض. مبدئيا لازم نعرف انه الوانز بريسو شركة عندها عدة طواحين من انواع مختلفة، فالنوع هذا اسمه وانز بريسو كي بلس. طبعا شنطة جدا ممتازة، وهذا حتساعدك انه تشيل معاك عدتك في كل مكان. خلينا نفتحها. طبعا الشنطة تعتبر حافظة للطاحونة ما شاء الله تبارك الله. تيجي القطعة الرئيسية وجدا وزنها مناسب، ما هي ثقيلة، 500 جرام تقريبا. فرشة للتنظيف، تكون فرشة خشنة وفرشة ناعمة ممتازة جدا، ممكن البنات يسووا ميك اب بيها. وفي جلدة ممكن نركبها إذا نحتاج، أنا ما أشوفها ضرورية صراحة. وقطعة لمفكك التكتلات للإسبريسو، قطعة خارجية ممكن نركبها، حنرجع لها. وبرضه في منفاخ هواء للتنظيف. طبعا يا جماعة الخير الشكل يوصف نفسه صراحة، سواء من المسكة الخشبية الرهيبة واللي حجمها مناسب انه تطحن بيها، بالغطاء البلاستيكي اللي يخليك تشوف، ما هو ضروري ولكن بلاستيكي شفاف ممكن تشوف الطحنة جوا. والميزة الرئيسية هنا انه تغيير عيار الطحنة خارجي بعكس الطواحين الثانية. مختلف الطواحين انت لازم تفكها من تحت، شايفين دوراني كيف؟ وتعاير الطحنة من تحت. فهذه جدا ميزة ممتازة في الوانز بريسو، انه احنا نعاير الطحنات خارجيا بكل سهولة. والميزة الواضحة جدا انه الطحنات المعايرة جدا كثيرة. يعني زي ما نشوف احنا عندنا هنا ارقام الطحنات، اذا حطيناها مثلا على الواحد بالنقطة الحمراء هذه، الواحد فيه له عدة طقات، فهذا يعطينا مساحة واسعة في تعديل درجة الطحنة. ميزة جدا ممتازة وتفرق. تفاصيلها تعجبني صراحة. أنا حتى المسكة هذه اللي شكلها خشبية، هذه مي خشب، هذه جلد، تساعدنا في المسكة لما نطحن. الميزة المهمة هنا برضو القطعة هذه مغناطيس، ما نلفها عشان نفكها. الطواحين المختلفة الثانية نحتاج نفرها عشان تفتح، فهذه ميزة جدا ممتازة بالمغناطيس الموجود بالأسفل. القطعة العلوية هذه كلها من الفولاذ ما عدا المسكة هنا من الجلد، أما القطعة السفلية هذه من الألمنيوم. القطعة السفلية هذه احنا ممكن نفكها ونركب قطعة مفكك التكتلات حق الاسبريسو اللي هي هذه، يصير نركبها تحت هنا. بمجرد ما نطحن البن حق الاسبريسو نحط القطعة هذه فوق البورتي فلتر ونسحب القطعة هذه بحيث انه البن ينزل على البورتي فلتر من غير ما يتكب علينا. في اكتشاف الان اكتشفته في الطاحونة، انه احنا ممكن نصغر القطعة السفلية برضو. الله، شوفوا كيف اتعلم معاكم انا. معناته الطاحونة حتصير شكلها اصغر. شكل الطاحونة معايا الان صار صغير. والقطعة الاخرى احنا ممكن
نخليها على جنب مع مفكك التكتلات حق الاسبريسو. هذا يفرق معنا لما نطحن كميات قليلة أو كميات كثيرة. الطاحونة هذه ميزتها إنه ممكن نطحن فيها من 35 إلى 40 جرام. إيش الحلاوة! ميزة الطاحونة هذه إنه إحنا ممكن نطحن بيها مختلف طحنات تحضير أي نوع قهوة. يعني مثلا ممكن نطحن أنعم طحنة اللي هي طحنة قهوة التركي، معروفة بطحنتها الناعمة. ممكن نخشنها شوية عشان نطلع طحنة قهوة الإسبريسو. ممكن برضو نخشنها شوية نطحن طحنة قهوة الإيروبريس، الفي 60، الكاليتا، الكيميكس، الفرنش بريس، القهوة الكولد برو. فطحنات جدا مختلفة، ممكن من أنعم شيء لأخشن شيء. فالآن خلينا نطحن أنعم حاجة ومتوسط والخشن، وحنشوف كيف حيطلع التناسق، لأنه إحنا يهمنا التناسق. وفي نقطة هنا جدا مهمة، إنه إحنا لازم دائما نستثمر في الطاحونة قبل الماكينة. الماكينة هي مجرد إنك تدخلك الموية على البن، أما الطاحونة هي اللي تطحن لك الطحنة السليمة اللي تخلينا نشرب قهوة بطعم متزن. يعني في الطحنة الواحدة ما نبغى نشوف حبة ناعمة حبة خشنة، الطحنة كلها متزنة. فخلينا نجربها ونشوف الاتزان كيف. هفك الغطاء أول شيء، هي الآن على الصفر، على أنعم شيء، يعني التروس متلاصقة على بعض. فأنا حخليها على 1.5 ونشوف النعومة هذه. بضيف شوية بن، غطي عليها واطحن. نفكها ونشوف الطحنة. طبعا واضح التناسق. ازيد كمية واخشنها على كم؟ احطها على 8 على 7 تقريبا. بهذا الرقم ممكن نجيب طحنة البي 60 الكاليتا. خلينا نشوف. الطاحونة يا جماعة الخير فيها ميزة جدا عجبتني، انها تطحن بسرعة، وحوريكم السبب. خلصت. نشوف الطحنة. بسم الله. شايفين التناسق كيف؟ الله على ريحة القهوة. هذول نفس نوعية البن، بس في منها الخشن وفي منها الناعم. طاحونة واحدة. نشوف أخشن حاجة كيف؟ الناس اللي يحبوا يسووا كولد برو، طبعا طحنة الكولد برو أخشن حاجة. أحط شوية بن وأخشنها تقريبا إلى قبل آخر حاجة بشوية. شايفين الخشونة كيف؟ طبعا لو حسوي الكولد برو حنعمها أكثر من كده بشوية. طيب يا جماعة الخير، خلينا نعرف ليش الطاحونة هذه تعتبر سريعة وممتازة في الطحن. لأنه الترس فيه له حاجة مميزة. خليني أفكها وأنظفها وأوريكم. طيب يا جماعة الخير، إحنا لما نفك القاعدة التروس تكون في الأسفل. كيف نفكها إحنا؟ ممكن نضغط عليها من تحت يطلع الراس اللي جوا، فنفكه. فك الترس العلوي هيطلع معانا الترس. ميزة الطاحونة واللي يخليها انها سريعة انه فيها 7 رؤوس في الترس، وهذا حيساعد في سرعة الطحنة. كل ما زادت الرؤوس هذه كل ما زادت سرعة الطحنة. انا ممكن انظف الان الترس بالريشة او الفرشة الموجودة، وبرضو الترس الداخلي. يهمنا دائما انه احنا ننظف الطاحونة عشان ما يكون فيها بواقي طحنات من انواع بن مختلفة او طحنات قديمة على العموم. ونرجع نركبها. نحط السسك ونحط الوردة، نرجع نحطها في القاعدة، نرجع نركب نفس المفتاح ونتأكد انه الراس هذا الصغير يكون متوجه الى اسفل، ونشد الترس. وهنا ممكن احنا نعاير الطحنة بحيث انه نحطها على الصفر تكون انعم حاجة، او بالاصح انه على الصفر تكون التروس قافلة على بعض. فاني اضغط من تحت واضيق الترس بحيث انه تتقفل. قيمتها تقريبا 1100 ريال سعودي. الطاحونة الثانية هنا تاتشي، وطبعا الفتح هنا يعتبر دوراني في الاسفل. فيها تحكم بالطحنات، ولكن ما هي بالدقة اللي موجودة في الزبريس. الكمية اللي تكفي هنا تقريبا 20 إلى 25 جرام، وهذه ممكن تطلع قيمتها 400 ريال تقريبا. فيها تناسق في الطحن، ممتازة، مسكة خشبية، سهولة في الطحن، ممتازة برضو تفي بالغرض. وعندنا أدنى فئة تقريبا قيمتها لا تتجاوز 100 ريال، حديد أو ألمنيوم. التروس هنا بلاستيكية، التناسق فيها مو مضمون، ولكن ممكن تتحلك الاسبريسو، والتناسق فيها
غير مستدام. طبعا يا جماعة الخير أنا إلى الآن ما شربت قهوتي، حسوي قهوتي الآن بطاحونة الونز بريس بأي أداة V60 أو ايروبريس. عندي محصول جربته بالV60 وباقي ما جربته بأداة الايروبريس. خلينا نجيب الايروبريس ونسويه. طيب يا جماعة الخير اللي ما قد شافني كيف أسوي قهوة الايروبريس حقي، سبق لي نزلت حلقة بكيفية تحضير قهوة بأداة الايروبريس، بسيب رابط الحلقة هنا أو تحت في وصف الحلقة. البن اللي بستخدمه بن كولومبي ويلا، المعالجة مجففة. عجبتني المعالجة المغسولة من ذا المحصول، وبرضو المجففة جربتها بأداة الV60 والآن أبى أجربها بالايروبريس. الطحنة حخليها على 5 وتكتين جنبها، إن شاء الله تطلع الطحنة مناسبة لها. حطيت 15 جرام وببدأ أطحن. والله على الريح اللي قاعدة تطلع. بضيف على الايروبريس، اجيب المويه الساخنة وابدأ ارشح واشغل الوقت. الطحنة المتناسقة حتساعد ان المويه توصل على جميع البن المطحون بالتساوي والتأثير يكون برضو متساوي. حطيت 200 مليلتر والآن أبدأ أحرك. التحريك حيزيد من كثافة القهوة من قوتها. أحط الفلتر، أنسم الهواء. الله على الريحة. وأبدأ أستخلص. الله على الريحة. بسم الله. الآن يبدأ يومي بأول كوب قهوة. الله. باختصار يا جماعة الخير، كوب القهوة الممتاز هو عبارة عن مجهود من طاحونة ممتازة، طحنتها متناسقة، بين أداة جيدة ممتازة، بين نفسك في التحضير، اختيارك درجة الحرارة، اختيارك لدرجة طحنة، اختيارك لمحصول البن. فهذه دائما عوامل نلتمسها، نلتمس طعم القهوة، نلتمس قوامها، نلتمس حموضتها ومرارتها، ونحاول نوازن ما بينهم بحيث انها تليق ذائقتنا. هل عندكم طاحونة يدوية ومناسبتكم؟ ايش نوعها؟ اكتبوا لي تحت. بالنسبة للطاحونة هذه بسيب رابطها تحت في وصف الحلقة اللي حاب يشتريها. اكتبوا لي كل آراءكم تحت في التعليقات حق الحلقة، وانشروا هذه الحلقة لأي شخص يحب القهوة. لايك للحلقة إذا عجبتكم، واشتركوا في القناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتعالوا لي على الحسابات الموجودة قدامكم الآن. كان معكم باريستا أحمد عمر، والحلقة كده انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة بن أفكارها كثير مان، يمكن تسويها قهوة أو ممكن تسويها عصير. تخيل هذه الحبة الصغيرة إيش ممكن من هذه الحبة يصير. اسبريسو هو دب الشت يخليك انت تنط في أرضك ثم تحط أو ممكن تضبطها على الجمر. خلينا نشوف إيش الهرجة مع أحمد عمر.